السلام عليكم. في ناس كتيرة جدا بتعمل صينيات بشغل الريزن والأوبوكسي. الأوبوكسي غالي جدا، ونصيحة مني أي حد راح يشتغل فيه أو يعمل ما يشتغلش في صينيات لأنها غالية جدا وما يعرفش يسوقها، ويعني محتاج إيه فترة كبيرة جدا لولا ما يبيع له طقم أو اتنين، لأن الكيلو عدى 400 جنيه. كيلو الأوبوكسي عدى 400 جنيه. فأنت هتشتغل بالبوليستر الشفاف أو البوليستر السعودي. إزاي هتعمل صينية زي دي بالبوليستر السعودي؟ هتخلط عادي الكيلو، هتحط له 2 كيلو سيبيداج او 2 كيلو وربع سيبيداج، يعني الكيلو البوليستر هيعمل معاك 3 كيلو. وهتعمل صينيه زي دي عادي بالاسطمبه هي اللي انت عايزها، وتجيب لك المقابض تمام. والصينيه مش هتكلفك في حدود، يعني انت هتبيعها ب 150 ب 100 جنيه، يعني مش هتكلفك كتير جدا زي شغل الاوبوكسي. وعايز تعمل اشكال، معاك البوليستر الشفاف حلو جدا. فلو عجبك الفيديو تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله اعمل لك فيديو كامل ازاي تعمل اسطمبة الصينيه، وازاي تعملها من البوليستر السعودي او البوليستر الشفاف. وهوريك افكار كتيره حلوه وازاي تسوقها، وهوريك ازاي تشتغل بشغل رخيص جدا عشان تعرف تبيع وتعرف تكسب وتعرف تسترزق. لان الاوبوكسي يا جماعه، الاوبوكسي عدى 400 جنيه، فانت هتجيب لك كيلو الاوبوكسي مش هيعمل لك صينيتين زي دول. الصينيه هتعوز تبيعها بكام؟ اقل حاجه تبيعها ب 400 جنيه، ب 300 جنيه. طب مين هيشتري صينيه ب 300؟ فشغل الاوبوكسي حلو وكل حاجه، بس الاوبوكسي ارضيات بس يا جماعه. الاوبوكسي بره مصر ارضيات، مفيش غير في مصر بس هو اللي يشتغلوا بيه الحاجات دي.